لحم بعجين عراقي. اليوم راح نسوي احنا وياكم طريقة اللحم بعجين العراقي. يا رب تعجبكم الطريقة. هلا يابا، شلونكم؟ شخباركم؟ أنا وياكم الشيف غرام، أم فهد، وهذه طريقتي باللحم بعجين. يا رب تنال إعجابكم. يلا تعالوا نروح نشوف طريقته. راح نستخدم كيلو طحين وحط له ملعقة خمرة. راح أضيف أوريجانو للطعم، تقدرين ما تحطين، اختياري هذا. نضيف شوية ملح، لا تكثرين حتى تخمر وياج، ولبن ملعقتين أكل ينطيها طراوة. راح نضيف زيت زيتون ملعقتين كبيرة، بياض بيضة واحدة تنطي طراوة للعجينة نفس اللبن، حليب حتى نعجن بيه العجينة ايش قد ما تاخذ الكمية، وهنا سكر نحط حتى تخمر وياك بسرعة. بدينا بالعجن، نضيف حليب على دفعات بهالشكل تقدرين تعجنيها بإيدك. وهنا راح نخمر العجينة تقريبا نص ساعة، نغطيها حتى تختمر. راح نحضر الحشو هسه: بصل وطماطة وثوم وكرفس وفلفل أخضر وفلفل أحمر وسنين ثوم. راح نحطها بالخلاط هذا ونثرمها. حطيناهم ومحضرة الطعام هذه سهلة وسريعة ثرمتهم بيها. راح نضيف ماجي الحشوة، تطلع كلش طيبة، ماجي خضار بما انه خضار كلها، وفلفل اسود لان راح نحط لحم كوب، ما نكثر لحم. وهنا 7 بهارات، معجون، واكيد دبس رمان لازم، فلفل مجروش هذا اختياري، هذا حار، وكزبرة مطحونة شوية يعطيها طعم طيب، واللحم. وجهزنا الخلطة بهالشكل لونها يخبل صار. وخمرت العجينة وقطعناها بهالشكل، حطينا طحين للصينية وراح نغطيها حتى ترتاح 10 دقايق حتى نشتغل بيها. بعد ما ارتاحت العجينة راح نبدي نفتح العجين وحدة وحدة، وبهالشكل شفتوا شلون ارتاح العجين. ناخذ اول قطعة ونفتحها بالشيبك فتح عادي، تقدرين بايدك هم تفتحيها كل شي يرهم، ونشتغل بيها. كملنا الفتح مالتها، ولازم تكون خفيفة، تكون يعني ورقية العجينة حتى تطلع نفس مالت المحلات. هنا نسوي ثقوب بالعجينة بعد ما حطيناها بالصينية، الصينية تكون مدهونة وبيها طحين، ونحط عليها الحشوة بهالشكل. هسه راح نفرد الحشوة عليها، نوزعها بهالشكل، ولا تكثرين حشوة. أنا محمية الفرن على درجة حرارة 350 فahrenheit، وهسه ندخلها نشويها فوق وجوه، تاخذ وياش تقريبا ربع ساعة بالشوي. طلعتها أنا من الفرن بعد ما تحمرت، وهذا يكون شكلها النهائي بالشوي. وهسه راح نبدي نذوق اللحمة بعجين. لازم تحطين بيه كرفس أو طماطة، وبصفة لبن،
وأطيب لحم بعجين. هاي هي طريقته، هيك تكون سهلة وسريعة. وصلت وياكم من نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإذا عجبكم اشتركوا بالفيديو وقولوا لي رأيكم بالتعليقات. إذا جربتوا شلون طلع وياكم اللحم بعجين. أترككم بأمان الله أو حفظه. مع السلامة حبايبي.